تعال اقول لك ملخص مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 وتأهل النادي الاهلي لنهائي كاس السوبر المصري. المباراة بدأت في أول نص ساعة للنادي الأهلي، كانت ضغط قوي من النادي الأهلي على نادي سيراميكا، أسفرت عن هجمتين لمحمود تريزيجيه، الأولى صدها محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، والتانية عرضية من زيزو ورأسية من تريزيجيه عشان الأهلي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 19. قبل ما الشوط الأول ينتهي في الدقيقة 41 مروان عثمان بانفراد مع محمد الشناوي يحطها تشيب وتخش جون، ويبقى هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. على طول بعدها في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 52 عرضية من مروان عطية لرأسية لبن شرقي ويلمسها لمسة جراديشار ليكون الهدف الثاني للنادي الأهلي وهدف التقدم في الشوط الثاني. على طول بعدها في الدقيقة 75 سرحان من دفاع الأهلي وعرضية من مروان عثمان برضو اللي كان مزعج على النادي الأهلي في المباراة دي، كان مهاجم، يعني أنا شايفه مهاجم وأفضل لاعب في سيراميكا الماتش ده. عرضية منه لفخري لقاي ولكن يصدها محمد الشناوي ببراعة. ونيجي لآخر كرة وهي كرة في الدقيقة 89 لمحمد علي بن رمضان بتسديدة على محمد بسام، ولكن أعلى المرمى كانت ممكن تيجي الجون وتريحنا. جه كور في الوقت البدل ضايع، بس يعني ما عملتش خطورة، كان أخطرهم كرة سيراميكا يعني شوطة وعمالة ترد في منطقة الجزاء. بعدها على طول انفراد لعبد القادر ما صرفهاش هو وطاهر ما زادلهوش. وده يبقى ملخص. تعال اقول لك تقييمات لعيبة الاهلي في المباراة دي. في حراسة المرمى محمد الشناوي ياخد 4/10، محمد هاني على اليمين ياخد 5/10، على الشمال كان بيلعب احمد نبيل كوكا ياخد 4/10، وقلبين دفاع ياسين مرعي ياخد 3/10 وياسر ابراهيم ياخد 4/10. نيجي لخط الوسط، مروان عطية عمل أداء حلو الماتش ده ياخد 5/10. ونيجي لرجل المباراة هو أليو ديانج ياخد 7/10 في المباراة دي. بعدين نخش على خط الهجوم، على اليمين كان زيزو أو كان بيلعب في الملعب بن شرقي، بس زيزو ياخد 6/10 وبن شرقي برضك ياخد 6/10. تريزيجيه اللي أنا شايفه برضك رجل المباراة ياخد 8/10 أو 9/10 للهدف اللي عمله، وكل مراوغاته صحيحة في المباراة دي، فأنا أدي لتريزيجيه 9/10. ونيجي للراس الحربة جراديشار صاحب الهدف الثاني وياخد 6/10، حلو عليه، أو 7/10 عشان الهدف وعشان كسبنا. نخش للدكة، محمد علي بن رمضان أول تبديلة وياخد 3/10، طاهر وياخد 0/10 أو 1/10 عشان كسبنا. بيكهام أحمد رمضان بيكهام نزل برضك ما عملش حاجة وما فاتش الأهلي بحاجة، بس اديله 2/10. نيجي لآخر لاعب وهو أحمد عبد القادر، ومش هقدر أقيمه عشان يعني مظلمهوش في التقييم، فمش هقدر أقيم أحمد عبد القادر. تقييم يسترب في المباراة دي، انا شايف اداء حلو، يعني انا في الملعب قدامي فنيات حلوه. تيجي تبص ايه الحاجه السيئه في المباراه؟ هو قلبين الدفاع. ليه كل مباراه بيخش في الجول؟ ليه كل مباراه بيخش في الجول؟ ده المباراه الوحيده اللي ما دخلش فيها الجون فيها اللي هي مباراه المصري طلعت بقى تعادل. ليه كل مباراه؟ يعني عايزين نشوف الدفاع وندعم في صفقات يناير. نيجي نخش لبدلاء النادي الاهلي. اولهم كان طاهر محمد طاهر بدل جراديشار الاصابه، بس ان شاء الله هيلعب ماتش النهائي، نزل في الدقيقه 68 عفوا. وبعديها محمد علي بن رمضان نزل بدل زيزو، وبيكهام نزل بدل بن شرقي، الاتنين في الدقيقه 79. واخر تبديله كانت عبد القادر بدل تريزيجيه عشان يريح تريزيجيه برضو، كانت في الدقيقه 90. وبقول لك يعني نزل ما عملش حاجه، عبد القادر ما لحقش يلعب 5 دقايق كده، ما لحقش يلعب. الانذارات كان انذار وحيد لزيزو بدون داعي سبب، يعني انا مش لاقي له سبب ان كابتن محمود البنا يدي الانذار لزيزو. وافضل 2 لعيبه في المباراه هما اليو ديانج ومحمود تريزيجيه، الاتنين كانوا احسن 2 في الفريق النهارده. الفريق كله كان مكتمل حلو، بس انا شايف اللي ظهروا اكتر اليو ديانج كان بيقطع كرات كتير، ومحمود تريزيجيه في الصف الهجومي او في الهجوم كان بيعمل مراوغات، يعني مراوغات كتير ناجحه. فده اللي انا عايز اشوفه من محمود تريزيجيه. نيجي لأسوأ لاعب واللي بقاله كام ماتش، يعني أنا ده مش مستواه، يعني هو بيروح الإصابة يرجع حلو، مرة إصابة يرجع حلو، ومرة إصابة يرجع وحش. طاهر محمد طاهر، يعني مش أقدر أقول له إيه، بيجي ساعة الانتقالات يختفي. طاهر محمد طاهر بيجي ساعة الانتقالات حتى الأهلي يطلعه عارة يشتغل بره لا يختفي.
يبقى كده قلت لك على ملخص مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا. ما تنساش تصلي على النبي، تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتعمل شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. وبس كده، سلام.